السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده الجمعة يا بنات، وجايبه لكم بقى رحلة كده معايا في حديقة حيوان اسكندرية. عاملين ايه حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. تعالوا كده معايا. طبعا حديقة الحيوان دي فين؟ في عزبة سعد يا بنات في اسكندرية. وتعالوا كده، التذكرة بكام؟ التذكرة اهي، بصوا الأسعار اهي. 5 جنيه للأطفال و20 جنيه للسوقيات، واحنا مش سوقيات. يلا بينا، تعالوا كده خدكم الجوله بقى معايا. ده كده باب النزهه. تعالوا كده اتفسحوا معايا وغيروا جو. بصوا حبايبي، بصوا اول ما تخشوا، بصوا حبايبي اول ما تخشوا من باب الحديقه في بقى ده ايه؟ انا مش عارفه ده اسمه ايه، عارفين؟ انا مش عارفه. تعالوا كده معايا. ده كده بصوا، ده كده باب الحديقه اهو اهو، واحنا داخلين كده في فرع كده وفي كده. بصوا امشوا معايا كده. تعالوا بقى افرجكم الحاجات الجميله. تحفه تحفه تحفه. انا مبسوطه، انتوا مبسوطين زيي؟ قلنا نغيروا جو كده. اخد البنات كده معايا حبايبي ولادي ونتفسحوا كده ونغيروا جو. مش هتصدقوا بنات، انا ما روحتش حديقه الحيوان يمكن من سنين كتير. فتعالوا كده معايا هوريكم كده الجوله كامله، هوريكم الحيوانات. اهم حاجه الحيوانات. طب هما فين؟ هوريكم اهو. تعالوا كده معايا. دي كده الحديقه. رايقه. بصوا دي الغزاله. بصوا بصوا حبايبي، دي الغزاله اهو. تعالوا عشان هي فيها حاجات جميله قوي، وكويس اللي هي رايقه النهارده بنات. كله رايح على البحر واحنا رايحين على النزهه. تغيير. بصراحه انا مش بحب البحر عشان بهدله، ولا انتوا رايكم ايه؟ تعالوا كده. بصوا ده الجمل. تعالوا 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 يلا معايا. تعالوا معايا كده اوريكم الحاجات الجميله. فسحوا، غيروا جو بنات. بصوا ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ دي النعامه. دي النعامه. اوعى تاكل الكاميرا. بصوا النعامه. على هيفا ولا لسه هنا؟ لا، ومسمينهم هيفا واليسا. لا والله هيفا واليسا. بصوا بصوا ده الجمل. شايفين الجمل؟ تعالوا اوريكم الجمل. بصوا الجمل. وهنا اسمه ايه بقى؟ اسمه الجمل الاسيوي. تعالوا كده، الحديقه كبيره جدا يا بنات. بصوا 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 الجميل. يا ده دب. ده دب. ده اسمه فارس. هو دب بس هو اسمه مسمينه فارس. يا فارس يا فارس. يلا. وهو بيأكل. تعال نشوف هو بيأكل. يلا يلا يلا. بصوا 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 هو بيأكل. بصوا بنات. سلم يلا. ياي أكله. كل يا فارس كل. يلا بالسلامة. كوكو. سلام. بابا. بصوا بصوا بنات. ياي يلا بينا. هروحوا فين تاني بقى؟ تعالوا ايه، انا عايزه اوريكم كل حاجه بالتفصيل يا بنات. تعالوا كده معايا. الحديقه كبيره وانا بقالي سنين كتير ما جيتش، فمش عارفه بقى ايه اتجول لكم. حلو، هوريكم اللي انا بشوفه. تعالوا كده.
بصوا ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده ضبع ولا ده اسمه ايه ده لو سمحت؟ ده ضبع. بصوا بنات، ده اسمه ضبع. تعالوا معايا. بصي طلعت كده زي سلم يا بنات، وايه وقالوا لي ايه هنا في حاجات وحيوانات اكتر. هنشوف. تعالوا كده. شايفين الجمال؟ حطيتي اللايك ولا لا؟ حطي اللايك بقى عشان افسحك كل جمعه معايا. واللي عايزين تتفسحوا فين كده وننزلوا مع بعض كل جمعه كده نتفسحوا ونغيروا جو ونحسوا كده بتغيير يا بنات، واستعيدي نشاطك كده من تاني. بصوا الجمال. تعالوا اوريكم المنظر الرائع ده. بصوا الجمال. تعالوا اتفرجوا. بصوا ده اسمه ايه؟ اسمه ايه ده لو سمحت؟ اسمه ايه ده من فضلك؟ بجعة. شايفين؟ بصوا الشكل، شكلهم جميل قوي. ايه الجمال ده؟ تعالوا معايا كده. ربنا محللهم جمال. بصوا تعالوا كده. وفي الفلامانجو هنا تحفه. تعالوا بصوا الجمال. بصوا الجمال. ايه الاشكال دي؟ بصوا يا حبايبي. بصوا الجمال. بصوا الالوان. تعالوا كده هصورها لكم من قريب. هصور لكم من قريب كده بنات، خليكم معايا. بص ايه الجمال ده؟ بصوا الجمال يا بنات. بصوا المنظر الرائع ده. عيشوا معايا اللحظه، جددوا مودكم كده وجددوا نشاطكم، وابدأوا كده اول الاسبوع بنشاط عشان المدارس كئيبه لوحدها. ولا انتوا مش متفقين معايا؟ بصوا الجمال تحفه. بصوا يا حبايبي، بصوا الشكل روعه. تعالوا كده يلا بينا. بصوا بصين، اشتركتوا في القناه وعملتوا تعليق وعملتوا لايك ولا لا؟ احلى لايك لاحلى حديقه حيوان في اسكندريه. احنا في اسكندريه يا بنات. انا من الهانوفيل، بركب من الهانوفيل محطه مصر، وركبت من محطه مصر عزبة سعد، وداني قدام باب النزهه على طول. فانا قلت اقول لكم العنوان بالظبط. بصوا حبايبي، بصوا الجمال. بصوا حبايبي، بصوا ده كده ايه، حديقه تانية. بصوا يا بنات، دي اللي انا بصورها لكم، دي حديقه تانية بس ب25 جنيه. دي عشان فيها الحيوانات بره القفص. هنا بيتصوروا معاهم بردك زي ما انتم شايفين كده. تعالوا كده اهي، هي دي. اللي هناك دي الملاهي، ملاهي الحديقه هنا اهي. اي مرجحه فيها ب20 جنيه يا بنات اهي. شايفين زي ما انتم شايفين كده، اي مرجحه فيها ب25 جنيه.
تعالوا كده عشان عايزه اوديكم عند الاسد. بصوا حبايبي احنا كده رايحين عند بيت الاسد، وبيت الاسد دوت بعد الملاهي على طول، يعني انتوا توصلوا للملاهي اللي في حديقه الحيوان وهو بعد الملاهي، علشان المكان كبير جدا يا بنات. فيعني انا مش عارفه بتوه. بصوا البرج اللي هناك ده كده بيطلعوا له باسانسير برضك، وبيطلعوا فوق وبيتصوروا فيه. البرج اللي قدامكم ده بصوا، تعالوا شوفوا القرد، جبلية القرود اهي. ايه الجمال ده؟ شايفين؟ بص التليفون هيقع في جبلية القرود والله. بصوا شايفين؟ اهو بقرب لكم الكاميرا. بصوا شايفين؟ بصوا حبايبي ايه رايكم؟ يلا بينا بقى عشان نروح عند الاسد. انا بلف من الصبح عايز اروح عند الاسد، تخيلوا. يلا بينا. انا مش عارفه الاسد ازاي، هو الاسد كده ولا كده كده؟ يلا بينا نروح عند الاسد، يا رب نوصلوا للاسد. يلا بينا. بصوا هنا في مجموعه لعب جميله جدا يا بنات، واي مرجحه فيها ب 20 جنيه. احنا ركبنا فيها بس تحفه بنات. زي ما انتم شايفين كده. احنا فضلنا نساله لحد ما نوصلوا للاسد. احنا مش هنيأس. هتيأسوا؟ لا مش هنيأس، هروحوا للاسد برضه. انا بفرح بالتعليقات بتاعتكم الجميله اللي بتفرحني. انا مبسوطه بيكم جدا، انتوا اصحابي واخواتي وعيلتي التانيه. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي يا رب. يلا بينا. يلا قربنا نوصلوا للاسد. هو قال لنا ورا البرج واحنا وصلنا ورا البرج. تعالوا نشوفوا كده الاسد فين. تروح حديقه الحيوانات يا ستي عشان تدوري على الاسد بس؟ لا، ما انا بحب اروح عند الاسد. اللي بيحب يروح عند الاسد يكتب لي في التعليقات. انا هوريكم حديقه الحيوان كده كامله اهو. بصوا هنا بنات بيرسموا على الوشوش كده ويفرحوا الولاد الصغيرين. بصوا ادي الاسد اهو. وصلنا عند الاسد. بس انا كنت افتكر اللي هو بيخشوا للاسد كده في مبنى كده لوحده، مش عارفه. مش في مبنى كده لوحده كانوا بيخشوا للاسد فيه؟ مفيش الكلام ده قدام فيه يعني موجود. مش احنا نصوروا الاسد ده برضه ونخشوا الاسد التاني. بصوا بصوا الاسد. شايفين الاسد؟ ما تسيبها بقى تبقاش لحمه بقى. اللي وصل لحد الاسد يحط اللايك. بصوا حبايبي ده الاسد اهو. تعالوا نشوفوا مراته بقى. فين مراته؟ نتشرفوا بمراته. بص بص بص. يلا يلا بص وهو بياكله. بصوا بنات، بص هو بياكل الاسد. اتفرجوا. بصوا ماشي. يلا 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 يلا. الاسد بياكل لحم. مالك الغابه. الاسد ملك الغابه. يا علي مين اللي بياكل لحمه زي الاسد؟ اللي بياكل لحمه زي الاسد يكتب لي في الكومنتات. اوعوا يكون حد مش بياكل اللحمه، كلنا بناكل لحمه. مالك الخمسات جاي. عايز اكله. يلا تعالوا. بصوا حبايبي، عرفتوا مكان الاسد فين عشان انا دخت بس يعني عليه عقبال ما لقيته. ورا البرج اللي انا وريته لكم يا بنات. بصوا بصوا حلو فيها لوكس بقى. يلا يا لوكس. بصوا الاسد. بصوا البرج اهو.
وهو فين بقى؟ وهو ورا البرج، يعني انتوا توصلوا للبرج وعلى طول الاسد فين؟ الاسد اهو. الاسد فك. الاسد فك يا جدعان. عرفتوا؟ قالوا بقى ايه؟ هو كان في حاجات بس انا مش عارفه الحاجات دي موجوده لسه حاليا ولا ايه؟ جابوهم الملاهي 25 بس. بصوا هو ده المكان يا بنات اللي انا بكلمكم عليه، اللي هو بيت الاسد ذات نفسه اهو. هو ده المكان ده اهو، زي ما انتم شايفين كده واضح معانا. شايفين؟ اهو بصوا احنا دخلناه، هو ده اللي انا كنت بتكلم عليه من الاول، بقول للاسد طلعوه بره ليه؟ هتلاقي الاسد جوه هنا برضه، يعني برضه في مكانه محفوظ. بصوا اهو، بصوا الناس بتصور قد ايه يا بنات. ده نمر بقى واسد بقى ودنيا. شايفين؟ انا خايفه. خايفين؟ انتوا خايفين؟ حد عايز ياكل ويتصور جنب الاسد؟ عايز يعمل حد عايز ياكل ويتصور جنبه؟ اللي عايز بصوا بنات النمر، بصوا النمر يا بنات، انا هكبر لكم الصوره. شايفين؟ النمر نايم. بصوا حبايبي، فرجوا ولادكم بقى كده الصغيرين وتشوفوا بقى محتويات الحديقه هنا. جميله يا بنات بجد، متعه والله، يعني بنرجعوا شبابنا من زمان، ايام الذكريات الجميله، رجعوا الذكريات. بصوا حبايبي، لو سمحت بص عايزين اكلهم. شوفوا مع بعض يلا. هما 3 واحدة؟ ما هي الواحدة خمسة. امسك يا منين. بص لها يا معتز، بص للواد. بص هو بياكل اللحمه. حبايبي ولا حد عايز ياكله ويتصور معاه؟ شايفين؟ جميلة. بص الصورة مركزة. بص بيبصوا لنا ازاي. جميل. هو شكله غريب. هنا صور الأسد. بصوا حبايبي، صوريهم. زي ما انتم شايفين كده، ده المكان اللي هو متجمع فيه الاسود كلها وموجوده فيه، زيه زي اللي بره، بس ده مكان ايه بيتصوروا فيه برضه وليله رونقه بنات غير بره، يعني زي ما انتم شايفين كده. بصوا حبايبي، المواعيد من كام؟ من 10 صباحا حتى الساعة كام بقى؟ معرفش. اهو كل حاجة بالتفصيل معاكم اهو. بس عايزة بصوا في حاجة تاني، تعالوا. هو في حاجة، بصوا هنا الحنطور بيلف بيكم الحديقة برضك لو انتوا عايزين تركبوا وما تمشوش زي حالاتنا كده. احنا لفيناها حتة حتة بنات، لاني بقالي فعلا كتير ما جيتش، فكنت حابة يعني امشي كده
واتجول فيها واحده واحده واشوف الحاجات الجميله وطبعا التطورات اللي طرقت على الحديقه. بصوا تعالوا كده، تعالوا نشوفوا ايه اللي هناك ده. ايه اللي هناك ده؟ شايفاكي يلا ما حطيتيش اللايك. مش عاجبك الفسحه؟ لا اوعي تقولي مش عاجبني الفسحه. فسحه جميله وتغيير جو، وخليتكم كده اتفسحتوا معايا وغيرتوا جو شويه عن جو البيت يا بنات وعن جو البحر. صح كده ولا مش صح؟ يلا ان شاء الله كده كل جمعه كده اعمل لكم جوله حلوه كده. بصوا حبايبي ده اسمه ايه؟ ده اسمه غزال. صور معايا وده ليا. بصوا انت عايز ايه؟ بصوا زي ما انتم شايفين كده بنات، بياكلوه هنا الاكل ب5 جنيه صح كده اهو زي ما واضح معانا كده. بصوا ده اسمه غزال هياكلوه. بصوا اهو بياكلوه ذره. نوع عمار. يلا يا ليان ليان. في ايه تاني في الحديقه بقى عايزه اوريه لكم. المكان تقعدوا تستجموا فيه يا بنات بجد، مكان استجمام يعني تقعدوا كده والحديقه رايقه وما فيهاش زحمه، مع ان النهارده الجمعه وانا قلت هيبقى فيه زحمه كتير، بس لا الحديقه رايقه جدا. تلاقي كله كده على البحر، فالحديقه رايقه وجميله وهاديه يا بنات. اعملوا كده ايه اكل كده بسيط واتوا ولادكم كده فسحوهم وخلوهم يغيروا جو عن جو البيت يا بنات، بجد تغيير. يا رب الجوله تكون نالت اعجابكم والفسحه تكون فرحتكم وغيرتوا جو كده معايا زي ما انا غيرت جو وحسيت ان انا غيرت مود كده عن جو البيت. ويا رب تكون الجوله عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك. باي.